قبل السوق كان قسموا مكتوب سنون بروك في محكمة الدانوب. والغالي الثالث هو أنا ده كردفان. كلمة هامش دي يا أخوانا ما جات كلمة براءة بس هامش. الكلمة دي كان معها حاجات كثيرة، رعاة، أميين، بلدة، ميليشيا ما يحكمونا. والله العظيم أحكيكم ليوم الدين. الرجال ده كلهم فيكم تحكموا، الشباب اللي في الميدان ده يحكموا على يوم القيامة. ويوم القيامة زاد كان قام يقوموا قبل الناس كلهم. احنا ما هامش، احنا رجال كانوا بغشونا، كلهم يقولوا لك كلمة يقول لك ما قدرنا ندير التنوع. احنا درناه والرجال انتم موجودين كلكم من كل انحاء السودان. درنا التنوع. الغلبة ده احنا عملناه ودي أول خطوة للدولة دي وقدرنا نديرها من أولها بنسواننا اللي جاء من الرجال اللي هسه ولدوا اللي هسه واقفين قدامكم وكسروا شوكتكم ديل. تحية لهم الشديد. ديل هم رجال الدولة، ديل اللي حيحكموها. أنا لما قلت لشيخ العالم أنا موقف ده. في ناس كثير شافوا لي ورمزوا لي. انا ما بقف لهم، ده ما بمثلني. شفتوا العالم ده ما بمثلني. نشيد العالم ده برسموا شاعر في الميدان. بقولوا واحد من شعراء الميدان الليله ده هو يكتب لي نشيد العالم اللي بكره يحكم الدوله دي. العالم ده يرسم تشكيل من الميدان بالدم اللي دفق في الارض دي. الدولة اللي دفق في الأرض دي هو اللي برسم العلم، ما العلم اللي فرضوه علينا الدول العربية. اسم السودان ده انتهى، أنا ما بمثل الاسم. اسم اللون والشكل والاسم ذو المعنى ما بمثل الاسم اللي هيختاروا الآباء المؤسسين. الآباء المؤسسين على رأسهم محمد حمدان قبله ل1000 سنة. العالم تقول الآباء المؤسسين. الدولة السودانية الدولة الوحيدة اللي ما فيها آباء مؤسسين. الاستقلال بيرفع علم محمد حمدان قبل يوم انتصار المعركة دي. يوم انتصرت المعركة ده هو يوم الاستقلال 1/1 انتهى. دولة 56 انتهت. الدولة اللي قامت من يوم ما قامت رفع علمها قال نحن أمة خلقنا لنحكم. ونحن أمة ذات رسالة ونوصلها على الشعب السوداني. وحتى اليوم حياة عبد الملك بتقول لنا 156 حفظوا لهم قرآن انهم هم أمة خلقوا ليحكموا الدولة السودانية. واسم الدولة ذاته اجماعها خلاص. الدولة هتبتدي من يوم ما يرفع الأشاوس طير النصر. هي دي الدولة السودانية. كلكم موجودين وكلكم بتسمعوا انه الهامش، الوسخ، المرتزقه، التشادين، النيجيريين، وحتى رئيس الدوله العفنه اللي اسمه البرهان ده ما معترف بينا لليله. انا اقف لنشيد الوطني عليه الطلاق ما اقف له. عليه الطلاق رئيس انا ما اقف لنشيد الوطني. الناس اللي بيتكلموا عن الوطن ده وعن تراب الوطن النشيد ده فوقه ترابنا ده. التراب ده كان بيدفقوا كم طن من القنابل. دفقوا كم نفس من اهله. آلاف الانفس دفنتها في هذا التراب اللي انت بتغني به ده. كيف اقوم لتراب زي ده؟ انا ما بقوم لتراب زي ده، بقوم لتراب اللي هسه بحضروا لنا شاوز زي بدمهم. لما يتكتب النشيد ده ويقول التراب ده انا بقول له جيل ورا جيل هيتوارث الارض دي. ويقول الآباء المؤسسين الشباب اللي هسه شافوهم رواعية وأميين وأولاد مزارعين وأولاد هامش هم الجيل اللي يتغنى بس سوداني للأبد. تحية لكم كلكم. وأنا بعرفكم كتاب سهرنا ليالي متدافع. سامع كثير منكم أساءوا لهم أمهاتهم وأمهاتهم دفاعا عن القضية دي. تحية لكم كلكم الإخوان الموجودين وكل الشباب. اليوم الكلمة دي امسحوها. هامش ما في.
وحارب بيناتنا تاني ما في. حارب بيننا تاني ما في، وهامش ما في. نحن رجال عندنا أرض، نحن ولدنا عيال، والعيال ديل ما مسكوا أرضهم ديل اللي يجي يتجوزهم أمهاتنا. لكن ثاني زول بيجي يشيل حقنا دول يمشي ما في. زول ثاني يجي يشيل قطرة تراب يمشي ما في. جيش ما داير. أنا دولة غرب كردفان ما داير ولا عسكري لابس أخضر فيها. ديك الحدود. أقعد فوق هناك في حدودك دي 200 ميل من تجي طالع شيل بدلك وتعال، والله نطلق مرتك ودورك في مكانك. ما تجينا مكان ثاني. نحن دايرين نيابة ودايرين شرطة. ما دايرين عساكر يدقوا الناس. كان في الكورة دي جريت وبكسر لك كراعك. ما دايرين له بيناتنا. خلاص كفانا. زبالة المجتمع، زبالتنا حكمتنا 60 سنة. زبالتنا حكمتنا 60 سنة. جيلنا ده مرجع. عشان كده ما تقفوا ورا الناس دي، خليهم يمشوا قدام. نحن دي لو كنا رجال الزبالة حقت المجتمع السوداني ده ما حكمتنا 60 سنة. أبو ريالة ده كان بيتنبر بعكازه زي وقفتي ده. بعمل عكازه كده كله بترفع ايدك وبتفتح ايديك. أبو ريالة اللي اسمه عمر البشير ده. هسه من 3 أسابيع أو 4 أسابيع أو ولا مشوا أديس أبابا دايرين الدولة. الكلام ده في ناس ما بدوروه، لكن أنا أقول لكم الناس زي مشوا دايرين الدولة دي ودايرين يحاكموا بعد حتى محمد حمدان قبل المحرر. السؤال اللي أنا أقوله لو انتصروا الكيزان ديل الناس اللي مشوا أديس أبابا ده بحكموا الدولة دي ولا منتظرين الدعم السريع يستلمها ويموت أولاده فيها ويجوا زي المرافعين يستلموها. يستلموا الفريسة. منو فيكم اللي بيمثلوه؟ اللي ممثلين الناس اللي كانوا في أديس أبابا دي. انتوا ديل بالشيرنج بالبيع ان شاء الله تبيعوا هدومكم لموا وامشوا أديس أبابا وقفوا وقولوا نحن ما عندنا ممثلين، ممثلين الشباب اللي قاعدين في الميدان ديل بس. ما في كانوا بيمثلنا في الدولة دي. نحن عندنا رجال بيمثلونا، نحن أيامنا أولاد. لو الناس دي بكره مشوا استلموا السلطة ومشاهين دي تقولوا لها شنو؟ تقول لها ولدك مات عشان شنو؟ والله يطلعون من قبره ويحاكموه. لكن ما حيستلموا الدولة دي. يا إما نحن نبقى رجال والليلة المناطق اللي استلموها الشباب دي وسلموكم لها تقعدوا يستلمها ثروة وسلطة، ويا إما خلاص ندخل دخل الأرض دون خلي لهم البلد ينفوت. لكن ثاني ما في زول. احنا 65 سنة حقنا ده بينشال وبنباع ذخيرة وبتجي تدق فوق راسنا. 65 سنة. الذخيرة دي بتدق فوق لساننا بمالنا. ثاني بعد ده ما بندفع تعريفة للذخيرة وبندفع تعريفة للتنمية. 65 سنة دي تحت قيادة الدعم السريع عشان نعوض ال 65 سنة اللي فاتوا دي. بننمي أرضنا ونسقي أهلنا. أنا إنسان غني. اللبن ده اللي بيتحلل من بقرنا بيسقي الخيل بعد البشر ما يشبعوا. بسقي الخيل. مويه دي ما نلقاها. اللبن عندنا أكثر من المويه. بترولنا بمشي تركب كاميرا المزيد وبدعم الرغيف وبدعم البترول حقهم هناك ونحن راكبين حمار في الارض. نمشي ندافع او المويه بنشرب مع الحمير وهم بيستحموا بالدش. وبكره يمشوا أديس أبابا ويقولوا دايرين يستلموها. محمد حمدان ده كانوا قاعد في الخرطوم فقد أعز أهله، وديل أهلهم قاعدين في ماليزيا في أحسن الفنادق. أولادنا في الميدان وأولادهم في شواطئ إيجا. أمهاتنا من الحسرة جاؤنا الدخل السكري والضغط ونسوانهم قاعدات مشمسات في الشواطئ الخضراء. هل يرضى ان هم يجوا ورجعوا نسوانهم ده بلادهم ويحكموها محمد حمدان ده يقول يمشي خلاوي؟ ها؟
منو فيكم بيمثل حزب في البلد دي؟ منو فيكم اللي بيمثل حزب؟ اي الاحزاب المية وشويه اللي في العاصمه بتوقف في حقكم ده وعايشه من سنه 65، اي واحد فوقكم اي مدينه واي قريه بيمثلها الحزب ده. حتى بعد ما اسقطوا الثوره دي في حزب سال مننا، وحتى اليوم زي اشجر الحمير ده اللي اسمه حمدوك ده سال مننا. ما في زول سال مننا. هسه حمدوك بكور الدائره هو كنت فاهم يوم واحد بالخير. هسه حمدوك دائره من ورا دماء الشهداء دي لما قامت كلهم جروا فاضي. محمد حمدان ده دول قاعد في الخرطوم دي ولليله ما قادر، وراح يقعد فوق حي او ميت الى يوم القيامه، يعني قبره ده لو ميت يعمل فوقه تمثال واسمه ده يتكتب ليوم الدين. اي جزء من الشعب السوداني ده مرق يقرا الاب المؤسس محمد حمدان قدر المشهور. اي انسان ما يقول يا زلمه تقول عنده 56 سنه في زمن ما طلعت ذاته من البلد. ما الشباب دول بيتكلموا كلمه دغري سريعه، واما على الكبر ده بيتكلموا براحتي عشان كده عندنا ده بالتنز يعني. الشباب دول لكن احنا ناس كبرنا يا جماعه، الله يعيننا العقل ذاته بيبقى ما زي زمان، يعني شوي نستوعب. عشان كده حنخليها الدوله دي للشباب يحكموها. ثانيا احنا ما عندنا معاه حاجه، ما عندنا معاه حاجه ثانيه. اسمع الجماعه اللي قاعدين عندنا معاكم كنافه ولا نمشي؟